نروح بقى للسوشيال ميديا اللي بقت موجودة في كل مكان في جوانب الحياة، وبقت أداة للتعبير أساسية عند كل الناس. حتى اللي عندهم موهبة بيستغلوا السوشيال ميديا عشان يعرفوا الناس بيها، وحتى الناس اللي بيحاولوا ان هم يبقوا لسه بيبدأوا او لسه عايزين حد يعرفهم او يشوفهم برضو بيلجأوا للسوشيال ميديا. من أبرز المواهب اللي السوشيال ميديا أظهرتها هي التمثيل، واللي في الفترة الأخيرة ظهر من خلالها فنانين كتير شاركوا في أعمال متنوعة وكمان نجحوا والجمهور تفاعل معاهم بشكل كبير. خلونا دلوقتي نتعرف على أبرز الموهوبين دول في التقرير اللي جاي. السوشيال ميديا بتفرق مع كل الناس طبعا، دلوقتي اسرع وسيله اسرع لان الناس تشوفك وتعرفك. حتى في الفيديوز او كده بعمل فيديو لما يجيلي فكره، مش بعمل حاجات بشكل مستمر عشان احافظ على ريتش معين، او مش بعرف اعملها وبحس انها صعبه. انا ابتديت سوشيال ميديا علشان كان الجول بتاعي او الحلم بتاعي ان انا اخش امثل لاني ما كنتش عارفه ابتدي ازاي، فقلت ان انا هبتدي اعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، يمكن اتشاف، يمكن اتعرف شويه، فيبقى اسهل لي شويه ان انا اخش مجال التمثيل. بعد كده لقيت نفسي بحبها فعلا، بحب ان انا اعمل فيديوهات، بحب ان انا اعمل اديتنج، بحب جدا 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 اكون قريبه من الناس واتواصل مع الناس، وده بالنسبه لي مخرج او يعني اداه سهله جدا ان انا اعرف الناس عايزه تشوف مني ايه واتكلم معاهم وافهم الناس كمان عايزه تشوف ايه، مش كمان في السوشيال ميديا او على التلفزيون كمان. بحس انه السوشيال ميديا ماشي ممكن تبقى صعبه شويه، بس ساعدتني الناس عارفه تتابعني، ودي حاجه انا يعني I'm okay with it يعني. دي طبعا حاجه مهمه قوي للماركتينج، ولازم يعني لازم يبقى عندنا سوشيال ميديا. زي اي حاجه في الدنيا ليها ايجابياتها وسلبياتها، السوشيال ميديا نفس الحاجه. بشوف من ايجابيات السوشيال ميديا انها نافذه بقت موجوده في ايدينا طول الوقت، تليفون يعني مش اسهل من كده. ان اي حد عنده موهبه يقدر ان هو يوصل صوته ويوصل موهبته دي لعدد كبير جدا وشرايح كبيره جدا من الجمهور، والجمهور هو اللي بيحدد مين اللي كويس اللي عايز يتابعه وحابب اللي هو يتابعه، ومين اللي هو مش مفضله. وطبعا النافذه دي خلت ناس كتير قوي زي المخرجين والمنتجين وكده يطلعوا على عدد كبير جدا من المواهب ويقرروا يشوفوا هيستثمروا الفلوس بتاعتهم في مين او كده. منهم طه دسوقي، انا بحبه جدا جدا جدا. هو بدا كستاند اب كوميديان واتشهر بطريقه مش طبيعيه على السوشيال ميديا، وبعد كده شفناه في بيتنا روبوت، شفناه اخيرا في مسلسل الصفاره. انا بشوفه من اكتر الموهوبين اللي حقيقي استفاد من السوشيال ميديا، وبعد كده اشتغل على نفسه واحده بواحده بقى ممثل الصراحه رائع. بصي انا معاكي جدا، اذا كان لطه دسوقي او بقى للجزء الاول، ان السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، يعني ليها ايجابياتها بالفعل اكيد محدش ينكر ده، وليها كمان سلبياتها. الايجابيات زي ما احنا قلنا ان انت تقدر ان انت لو عندك موهبه ايا كانت نوع الموهبه وشايف نفسك تقدر تقدم حاجه لذيذه تفيد بيها الناس، ممكن تعمل ده من خلال ابسط الحاجات بموبايلك وانت قاعد ببلاش، بترفع اللي انت بتسجله على السوشيال ميديا. بس كمان السلبيات برضو لازم نقف عندها، لان في ظاهره كانت الفتره اللي فاتت كتير، في ناس كتير بيطلعوا يعملوا اي حاجه ويعني تحت مسمى مدعيين ان هم بلوجرز او ان هم يوتيوب، يعني ان هم حاجه محتوى مش مظبوط، غير يعني مش مظبوط، مش الناس كتير مش متوافقه معاه، هيضر ناس بشكل او باخر. فانا بشوف ان دي احدى الحاجات اللي احنا اصلا المفروض ما نعملش سبوت عليها وما نركزش عليها. مع بقى على الجانب الاخر لا، في ناس بيبقى عندهم موهبه محترمه تستحق ان احنا نبص لها، تستحق ان احنا ندعمها ونشوف فعلا زي كده نستغل بقى القدرات دي في الناحيه الصحيحه ليها. انا موافقاكي قوي، بس عايزه اقول لك برضه انا بشوف ان الحاجه كويسه بتفرض نفسها. صح. يعني مع الوقت الحاجات اللي هي مش مظبوطه بتختفي تدريجيا، والكويس الناس بقى عندها وعي كفايه وذكاء كفايه ان هم يشوفوا ايه اللي مظبوط ويتابعوه كده. طبعا. وعشان كده احنا بنشوف دلوقتي زي طه دسوقي، في شباب كتيره جدا بيطلعوا من التيك توك والانستجرام والفيسبوك. في ناس بتفيد فعلا وفي ناس، بس احنا عندنا حاجه برضه دي، احنا عندنا حب الاستطلاع، حب المعرفه. انا عايزه اعرف ده بيقدم ايه، حتى لو ده حاجه انا مش متفقه معاها تماما او انا مش عايزه اشوفها او اتعرض ليها، بس للاسف ده بيعمل لهم هم فيورشيب او بيعمل لهم يعني بيخليهم برضو يبقوا موجودين. فانا نفسي ده الوعي بقى، ده الوعي بقى، نفسي يبقى عندنا وعي ونفرق بين الصح والغلط، او نفرق بين انا ايه اللي عايز ادخله بيتي، ايه اللي عايز اخليه ولادي يتفرجوا عليه، ايه اللي عايز اخلي الاجيال الجايه يعملوه ويقلدوه. هو ده اهم حاجه. بس هتفضل كل حاجه موجوده، بس هو الوعي بقى، تلعبي على ده وتقوي ده وتنمي عند الطفل وهو صغير
ايه، هو يقدر يشوف ايه هيفيده ويقدر يبعد عن ايه، فاهمه؟ لانك مش هتقدري تمنعي حاجه، لان بقى في منصات كتيره طبعاً. قوي، في ناس كتير قوي بتقدم محتوى. هو ده بقى اللي احنا المفروض ننميه، ازاي الواحد يختار الحاجه اللي هو يستفيد منها. انا معاكي جدا في كل كلمه بتقوليها، ودي اللي لازم اصلا نشتغل عليه ونفضل نعمله الفترات الجايه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.